السلام عليكم أحبتنا وأصدقائنا المتابعين. نرجو المشاركة لتعمل فائدة على اللاجئين الجدد اللي إن شاء الله بطريقهم للوصول أو اللي توهم وصلوا، يعني إن شاء الله. هذه المواضيع ما حد يتطرق لها، كلها تتطرق على يعني على المواضيع العامة للهجرة وغير الهجرة واللجوء، ومنهم يعني داخل المعلومات العامة يعني للحياة. لكن المواضيع اللي أنا راح أقدمها هي تهيئة لحياة اللاجئ الجديدة. هذا الفيديو هو الجزء الثالث اللي قلنا به. أول واحد حكينا به على شلون الشخص قبل لا يجي أفكاره تبدي ينميها. الجزء الثاني كان اللي حول الكفيل. الجزء الثالث هو المنظمة اللي راح تستلمك. طبعا هذا راح يتكون من عدة فيديوهات أعتقد، لأن لازم نقصر بالفيديوهات حتى لا نطول عليكم وتصير مملة. المنظمة لازم تعرف أخي اللاجئ، هذه المنظمة هي منظمة اللي راح تستلمك، هي منظمة غير ربحية، يعني مو استثمارية ولا عندها بزنس تشتغل عليك. هذه المنظمة هي منظمة ربحية معتمدة على منح الدولة، ومعتمدة على تبرعات الناس، كأن يكون أشخاص عاديين أو شركات. منهم يتبرع بفلوس، ومنهم يتبرع بأثاث، ومنهم يتبرع بمواد منزلية، ومنهم يتبرع بكهربائيات. فهاي التبرعات العينية المنظمة عندها مخازن تخليها بيها، والتبرعات المالية اللي هي تدير بيها نفسها، رواتب موظفيها، التزاماتها، إيجار المكتب اللي مأجرينه، زائدا إذا تصير زيادة ممكن يساعدون اللاجئ. أكو منظمات ممكن تساعدك، يعني لأن منح الحكومة هي المنحة المخصصة لك كشخص $1275 حاليا يعني. فلنفرض عائلة 4 أشخاص تقريبا تطلع 500. المنظمة طبعا من تجي تأجر لك، أول شيء خلينا نقول الشقة غرفتين وصالة هي ب1200، تدفع لك تأمينات 1200 و3 أشهر هاي 4800، تبقى 300. ال300 هذه إذا كانت الشقة جاهزة راح يحاولون يسوي لك بيها انترنت، أو أكو منظمات انترنت تروح تسجل لك. أكو منظمات بدها تشيل لك سيم كارت للموبايل مالتك وتعطيك إياه. أو إذا ما مدبر الشقة راح تكون هذه ال300 أو أكثر من ال300 هي مصاريف فندقك اللي راح تقعدك بيه لحد ما تلقى لك الشقة وتحط لك بيها غراض وتجيبك بيها تقعدك. فهذه المنحة. منح الدولة الأخرى لهاي المنظمة ما تنطي يعني لهم فلوس كاش يتصرفون بها، وإنما المنظمة تقترح أنه عندها دورات لهذول اللاجئين الجايين. وهذه الدورات كان يكون تعليم لغة إنجليزية، كان يكون تعليم مهن، كان شنو المنظمة اللي هي ببالها المقترح اللي تقدم تكاليف هذه الدورة اللي راح تكلفها، فعلى ضوءها الدولة تدعمها على مود تسوي هاي الدورات للاجئين. هذا كنظرة أولية على المنظمة. منظمة غير ربحية معتمدة على منح الدولة ومعتمدة على تبرعات الناس. المنظمة نفسها مقسمة إلى قسمين: موظفين، المدير والموظف مالته الموظفين، زائدا المتطوعين اللي احنا نسميهم فالنتير. الموظف انت مو وحدك لاجئ جاي، انت وعائلتك. اكو عدة عوائل وياك، منهم جديد جاي وياك، ومنهم صار له شهر، ومنهم صار له شهرين. فما راح يقدرون يخلون وقتهم كله إلك، لأن ذولاك الناس أيضا عندهم التزامات لازم يكملوا لك شغلك.
جزء من شغلك ويروحون على جزء العائلة الثانية اللي يكملون شغلها الثاني. يعني مو دفاعا عن المنظمات، احنا يعني مو دافع عن المنظمات، لان انا حاليا ما عندي لا منظمة ولا عندي كل شيء، لكن اشتغلت متطوع بالمنظمات، وخذت لي فترة فتحت لي منظمة، بس كانت يعني مو منظمة تستقبل لاجئين، وانما كنت اني يعني جهة ساندة للكاثوليك تشاريتيز. يعني من يجي اللاجئ على الكاثوليك تشاريتيز المنظمة بمنطقتي كانت تهيئ له اوراق، موضوع اثاث اذا اكو موجود، اني اذا اكو اثاث اكثر يعني اقدر اضيفه له، ما جابت لي هي المنظمة انا اخلي لي هي مثلا اخذه، اساعده بالدرايفر لايسن، اساعده ادلي المدينه، شنو اللي شغلات المنظمات اللي ممكن تساعده بالاكل، هذني الشغلات اني اساعده بيهم. ف يعني قلت مو دفاعا عن المنظمه يعني، وعن اسلوب تعاملها مع اللاجئين. هذا الموضوع اتمنى يعرفه اللاجئ، لان اللاجئ يجي من هناك يريد كل شيء، يريد ما اعرف شنو، يبدي يطلب طلبات من المنظمه هي مو شغلها، يعني هاي المنظمه تسوي له هي، يبدي يتعارك ويا المسؤول عن الملف مالته اذا كان عربي بعد شيء خلصه يظل يحكي عليه لان ما قام له بالواجب. مو هذا الموضوع، لكن هذا الكيس وركر عنده وقت وياك مثل فالنتير. انا اشتغلت فالنتير، المنظمه كانوا يقولوا لي في وقتها، يقول انه انت لك ساعتين ويا العائله، وقتك ويا هاي العائله ساعتين، لان اكو التزامات ثانيه مو وحدك انت. فقلنا المنظمه غير ربحيه، منظمه تعتمد على دعم الدوله والناس، زائدا المنظمه من موظفين ومتطوعين، زائدا المنظمه حدها وياك 3 اشهر، يعني توقعك على اوراق تاخذ لك الشقه ايجارها 3 اشهر تدفع لك اياه، ورا 3 اشهر توقع انه انت المنظمه خلصت التزاماتها وياك، كملت لك اوراقك اللي هي مسؤوله عنها، كملت لك اياها. خلص اكو منظمات رديفه ثانيه هي منظمات خاصه بالعمل، تروح عليهم تقدم على شغل، او اذا انت انجليزيتك زينه تقدر تدخل على المواقع، موقع والمارت، موقع ما اعرف شنو، موقع هايفي، موقع غير اسواق، انت شنو مهنتك اللي تشتغلها تقدم عليها كلها اونلاين، وتبدي تنتظر دورك. فالمنظمه من واجبها تطلع لك السوشيال سكيورتي، الفود ستام، الهويه العمل، تسعى لك بموضوع التلقيحات مال الجرين كارت، مهمه جدا. اما هويه الولايه او الدرايفر لايسن الولايه مو من صلاحيه المنظمه، يعني ما لها علاقه به. ممكن المنظمه اذا الولايه اللي انت بيها ما بيها دوره، ما بيها لغه عربيه، امتحان لغه عربيه بالكمبيوتر، ممكن المنظمه اذا عندها دعم زين تسوي دورات تدرسك على اسئله امتحان البيرمنت، اللي عندنا حلقه بجايه ان شاء الله. فهذا الخطوه الاولى حكينا لكم بها عن المنظمه. ان شاء الله الجزء الاخر نكمل وياكم عن عمل المنظمه، وشنو العقبات اللي تواجهها في سبيل توفر لك اللي تريده لفتره معينه لحد ما انت تمشي بحياتك. شكرا جزيلا.